السلام عليكم حبايب قلبي. اليوم راح اشرح لكم مثال اثنين اللي هو اسهل الامثله، يعني جريمه لو الطالب جاء مثال اثنين وما يقدر يجاوبه. في البدايه نريد نعرف شنو مثال اثنين، شلون نميزه عن باقي الامثله. تلقى بيه ليكن وتلقى بيه ليكن، ذن الكلمات الدلاليات اللي يدلن على مثال اثنين. طبعا هذا المثال جوابه منه بنصه يعني، واذا اردت اضيف لكم راح اضيف لكم كم وحده، حاسوي لكم لها تحشيشه حتى تحفظونها. بالبداية ذن مو قايل لك هنا أنا مطيك هاليكن مثلث اي بي ومطيك هذا، وقايل لك برهن إنه. شوف، قبل برهن إنه هاي المعطيات، وبعد برهن إنه هاي المطلوب إثباته. هسه شنو المعطيات؟ حتى القلم قام ما يكتب، حظ المسخر. المهم خلي أجيب قلم غيره. ايه المعطيات ذن ننقلهن بالسرة من هنا إلى آخر وحدة. اي اف يكره منه اي بي اس، وهنا بي دي يكره منه يكره سي اف، وهنا بي اي يكره منه سي اف سي اي. زين حبايب قلبي، هسه ذني نقلناهن. المطلوب اثباته هذا نشيل ننقلهن هنا. مو هذا عباس؟ لا هذا سيف يكره منه يكره بي اي. شوف حبايب قلبي، من تريد تنقل المعطيات تنقلهن من هنا وتبدي بيهن، بس من برهان هاي تشيلها هنا وتبدي بيهن. زين حبايب قلبي، وهاي الاي هنا من تنقلها الدي تخليها بالبداية. زين، وهذا كره، وهذا سي واف. ترى هاي مو سي اف، هي يوسف، بس اخر شيء بالاسم مالته، مثلا يو اس اف. هاي السي وهاي الفاء. هسه المعطيات كملناها والمطلوب اثباته كملناه. زين حبايب قلبي، زين. شنو بالله بعدنا البرهان. خلي اسولف لكم عليه قصه وما تنسون على مود نهائيا. يا شنو هاي القصه؟ انا اقول لكم شنو هاي القصه حبايب قلبي. البرهان عباس معزوم له على حنه، وطب الحنه قعد، طفت الكهرباء. مو قاموا يرقصون، هو هم قام على واحد يرقص وياهم. طفت الكهرباء، واحد بوجهه قال اف. فاكيد عباس من اللي يقول بوجهه اف يقوم يكرها عباس. فمن قام يكرها اجت الكهرباء ورا 5 دقائق تنوع، لان طلع سيف القايل بوجهه اف، عرفها قبل، فقام يكره سيف. هسه هذا اي باس عباس كره الاف، اي اف ما اعرفه بالظلمه، وعباس اي بي كره شنو؟ سيف. تال من جهة الكهرباء اعرفه. او هاي ايش تكتب له عليها؟ هاي معطى، هي موجودة بس احسن احفظ لكم اياها. هذا من قال بوجه اف قام يكرها، ودرجة الكهرباء اعرفه سيف وقام يكرها. زين حبايب قلبي، وتكتب له يم هاي مبرهنة 8، وتكتب له النص مالتها القصير جدا، مو النص الطويل ذاك. النص القصير انا اقول لك شنو يتعامل المستويان اذا احتوى احداهما على مستقيم عمودين على الاخر. هسه هاي البرهان الخطوه مالته الاولى. الخطوه الثانيه هاي ما تحفظها نهائيا ولا اسيرك عليها تشيش، لان هي موجوده منها وبيها. هنا أنا اخر معطى. ها المعطيات وين؟ يعني اخر معطى هذا مو المعطيات، لان دير بالك تكتب هاي، تكتب ورا لكن هذا المعطيات. اخر معطى اللي هو شنو؟ بي اي يكره سي اي او اول برهن ان. هاي لا تكتبها بس للتوضيح، احفظها. اخر معطى تخليه هنا، او اول برهن انه تخليه هنا. وين الاول برهن انه؟ هاي هنا. البي اي يكره سيف، يكره
سيف. وينها؟ اي والله صدق يكره السيف. هاي الخطوة الثانية من البرهان. الخطوة الثالثة شنو؟ الخطوة الثالثة هم سهلة جدا جدا، راح اسوي لكم عليها تعشيشة على مود تحفظونها. ما اقول لك روح دور بالمعطيات وتتيح عليك، على مود هسه هذا اني اخر معطى واول برهن انه، وهاي سويت لكم عليها تعشيشة سهلة. هاي اكو سوري اجى للعراق يريد، شاف له بنية حلوة، راح قال لها بدي ايدك، بدي ايدك. دق الباب، طلعت له هي البنية، ما طلعوا لها اهلها. بدي ايدك، من قالها بدي ايدك عتها واحد اسمه اخوها يوسف، سمع السوري يقول لها بدي ايدك، قبل طلع وتعارك وياه. من تعارك وياه شي يقول لاخته بدي ايدك، تعارك وياه. هذا اللي قالها بدي ايدك قام يكره يوسف. خليني اقول لك بدي اي دي، بدي ايدك، بدي هاي بدي ايدك، وعلامة كره يوسف اخر حرفين يو اس واف، اس واف. زين حبايب قلبي، هسه سعيد لكم اياها المبارهة من جديد. شلون اعرفها مبارهة؟ يا مبارهة مثال 2 ليكن نلقى بيها هاي يعني مثال 2. زين حبايب قلبي، المعطيات موجودة قدامك. قبل برهن ان هاي المعطيات تشيلها تخليها هنا، وورا برهن ان المطلوب اثباته. وطبعا للبرهان قلنا عباس مشال الحنة وطفت كهرباء، واحد قال بوجهه اف، وجت الكهرباء وعرف قال بوجهه اف سيف، فاكيد قام يكره الاف اللي بالظلمة، والدور قام يكره سيف. زين حبايب قلبي، هذا المقطع الاول من البرهان. المقطع الثاني هذا اخر معطى او اول برهن هنا، هاي اخر معطى او اول برهن هنا خليه هنا. والمقطع الثالث هذا السور قال شاف البنية حلوة، قال لها راح دق الباب، طلعت له هي قال لها بدي ايدك، سمعها اخوها اسمه يوسف، طلع تعارك وياه، فصار كره بينه وبين يوسف. هاي كل ما بيها المباراة انا حبايب قلبي. والرسم هذا بكيفه، تريدون ترسمونه تريدون لا، شوية معقد هو الرسم، مجرد بس هو مثلث وتحط خط من هنا وتكتب الشبه مثلث هنا بالباطن مالته. هذا عليه درجة بكيفكم تريدون تحفظونه تريدون لا، وهو سهل ترى، بس مجرد مثلث وخلي له خط من هنا ومثلث بنصه هيجي، وسمي ذني لازم تسمي تطلق عليه تسميات. لهنا وصلنا لنهاية المقطع حبايب قلبي. إذا عجبكم المقطع واستفادتوا منه أتمنى تشتركون بالقناة ووجهوه لأكبر عدد من الطلاب حتى يستفادون. الدال على الخير كفاعله.